علاش المرأة الحامل خاصها تولد في مؤسسة صحية؟ المخاض والولادة حالة طبيعية، لكنها مرحلة حرجة اللي تقد تكون فيها مخاطر ممكن تهدد حياة الأم أو الطفل أو هما بجوج لا قدر الله. لذا الولادة خصها تكون داخل المؤسسات الصحية باش تستافد الأم والمولود ديالها من الرعاية الضرورية مع المراقبة المستمرة لصحتهم. وحتى في حالات لا قدر الله وقعوا مضاعفات، مهني الصحة يقدروا يتدخلوا في الوقت المناسب وقبل ما يفوت الأوان بفضل كفاءتهم والتجهيزات الطبية المتوفرة. أيضا كتستافد الأم من الإرشادات والنصائح المتعلقة بكيفية الاعتناء بالمولود ديالها في الساعة الأولى، بما فيها الأهمية ديال الملامسة المباشرة بين جلدها والجلد ديال الطفل ديالها، الفوائد ديال الرضاعة الطبيعية المبكرة ووضعيات الرضاعة الصحيحة. غير تحس المرأة الحامل بعلامات المخاض بحال الانقباضات المستمرة اللي تتزايد في الحدة ديالها أو ينزل الماء ديال السقية، خاصها تقصد مباشرة أقرب دار ولادة أو سبيطار. كيفاش كتكون سلامة الأم والمولود الجديد مضمونة؟ المؤسسات الصحية كتكون مجهزة بالأدوات والمعدات الطبية اللازمة لتقديم الرعاية الآمنة والفعالة للأمهات والمواليد الجداد، وكتكون نقية معقمة مزيان باش ما تنتقلش لهم حتى شي عدوى. مهني الصحة كيراقبوا الصحة ديال الأم والطفل ديالها طيلة الولادة وما بعد الولادة، وكيدخلوا دون تأخير إلى لا قدر الله كانوا مضاعفات، كيوفروا لهم الرعاية التامة والمناسبة باش يحافظوا على الصحة ديالهم.